لغات ولهجات هذا اليوم. نستمر مع اللهجة العراقية ومصطلحاتها القديمة والحديثة. عرض حالشي، هذه الكلمة دائما نستخدمها لحد هذا اليوم. عرض حالشي الكلمة مكونة من كلمتين، عرض وحالة، يعني الشخص اللي يعرض الحالة على الورق، وهي كناية عن كاتب العرائض اللي كان وما زال يجلس أمام الدوائر الحكومية والمحاكم حتى يساعد الناس على عرض أحوالهم وشكاواهم مقابل مبلغ معين. أزبري، منو ما يحب الأزبري؟ هي لفظة تطلق على نوع من ألوان المرطبات، الدوندرما نسميها، واللي يكون لونه وردي، وهي جاية من اللغة الفرنسية من كلمة روزبيري أي التوت الأحمر الوردي الفاقع. وكان أيام زمان تباع بدرابين بغداد دوندرما باللون وطعم الأزبري، وهكذا اكتسبت الدوندرما اسم أزبري المصبوغ بلون الفاكهة من أصل فرنسي الاسم. استكان شاي، قدح زجاجي شفاف لشرب الشاي، وهي كلمة روسية الأصل اجتينا عن طريق إيران والهنود أيضا اللي جوي مع الإنجليز. أما كلمة أسطى هي كلمة محورة من أستاذ. الأسطى معناها الأستاذ أو المعلم الحرفة، يعني حريف مثل ما يقولون المصريين، وكانت تطلق على المهندس، المعمار، الميكانيكي، واللي يسموه يصيحوا أستاذي. تكون عباس كان يصيح سليم البصري أستاذي. انتقلت الكلمة للفارسية وصارت أستاذ، بعدين للتركية وصارت أسطى، ورجعت لنا بصيغة أسطى. السكلة هي مسناية أو مكان رسو القوارب والزوارق والسفن الصغيرة على الأنهر، مصنوعة من الخشب الجاوي وهو رصيف الميناء. وتطلق التسمية أيضا على الأخشاب اللي على واجهات البناء للعمل فوقها، وتسمى أيضا سقالة أو صقالة. بالفارسية تقال السكلة، والتركية أيضا، واستمرت عندنا السكلة. أشكراء لفظة تقال للشيء الواضح بدون لبس وحياء، يعني فلان قال كلمة ما حلوة أشكراء، يعني واضحة. فلان يبوق أشكراء، واضح، يبوق قدام عينك، يعني بصورة علنية. وأني أحكي أشكراء يعني بوضوح. الكلمة جاية من الفارسية أشكار ومعناها واضح. أشوى يعني أحسن بلغة أهل الجنوب والخليج العربي وخاصة البصرة. أما اصطبر بمعنى اصبر، وتعني أيضا التهديد، يعني انتظر عقابي، اصطبر لي أنا أعلمك شو راح أسوي بيك. الكلمة جاية من العربية الفصحى. نسمع فلان الأطرقشي. شنو الأطرقشي؟ هو بائع السجاد والبسط. بالمصلاوي يقولون الطمش ويطمش، بمعنى دا يتفرج او يباوع او ينظر. اما كلمة اغا فيستعملوها الفرس بمعنى سيد، وايضا يستعملوها الاتراك اغا واغا او اغا من اللغة التركية، ويعني سيد او رئيس، وهو لقب مدني وعسكري كان مستعمل في عهد الدولة العثمانية. ولحد الان البغداديين يستعملون كلمة اغاتي، يعني سيدي، تفضل عيني اغاتي. وأفنص، ما هو الأفنص؟ هو اللي خشمه صغير ومرتفع مثل الصينيين، ويقولون همين عليه أقشم. وأخيرا أفش، هاي تقولها المرأة للراحة أو التنفيس أو التشفي، كأنه نزل مي بارد على قلبها. فاش برج الحنية فاش